الصحيان بدري ليه فوائد كتيرة زي مثلا ان هو بيديك وقت الصبح عشان تعمل حاجات كتيرة جدا وبيقلل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وكمان بيحسن التركيز بصورة كويسة قوي. علشان كده بقى النهاردة احنا لازم نتكلم عن أهمية الصحيان بدري واحنا بنلخصهم في 9 حاجات، وعارف ان انت ممكن ما تكونش محتاج منهم ولا حاجة، ولكن صدقني اعرفهم هيفيدوك بصوره كبيره جدا. لان اول حاجه ان هيبقى عندك وقت كافي للتمرين. معظم الناس اللي هم بيتمرنوا او بيكسلوا عن التمرين بمعنى اصح بيبقى ما عندهمش وقت كافي، او من الاخر كده يعني ما بيحطش اول حاجه مهمه ليه واصعب حاجه في اول اليوم. علشان كده لما يجي نص اليوم مثلا مش بيبقى قادر ان هو يتمرن. لو انت بقى حطيت التمرين بتاعك في اول اليوم حرفيا، وانا بتكلم ان انت تصحى بدري الساعه 7 الصبح وتتمرن وتروح شغلك مثلا، او ممكن كمان بدري اكتر من كده، مفيش اي مشكله خالص. لان خلي بالك التمرين على الصبح بدري ده بيفرز هرمون الاندروفين، وده بالتالي بيحسن المزاج وبيقلل التوتر والقلق، وبالتالي بيحسن مستوى المود بتاعك عامه على مدار اليوم. صدقني حاول تتمرن بدري على الاقل تخلص حاجه من الحاجات اللي وراك كتيره جدا. اما بقى تاني حاجه وهي انك مش هتحضر الزحمه كلها اللي بتبقى في اول اليوم، وده طبعا بيقلل حاجات كتيره جدا من التوتر اللي بيحصل لك على مدار اليوم بتاعك. يعني تخيل كده مثلا ان انت عندك مشوار الساعه 9 الصبح، فتنزل 7 الصبح تلاقي الدنيا فاضيه، وبالتالي هيكون عندك كده راحه بال وهتحس كده ان انت مش قلقان او متوتر. فالصحيان بدري هيفيدك كويس جدا في النقطه دي. اما بقى تالت حاجه هيبقى عندك وقت كبير جدا انك تخلص اللي وراك. صدقني حتى لو انت ما عندكش حاجه، كونك بس ان انت تبقى قاعد فاضي كده يعني مرتاح البال او مش بتفكر في حاجه وراك، هتحس ان الشعور ده بيديك انتاجيه اكتر، وبتحس بالتالي ان انت قادر تشتغل بعدين. لكن انت تعمل الحاجه كده وقتها بوقتها ومش بيبقى عندك وقت خالص ان انت تريح او تاخد نفسك، فده بالتالي هيأثر على حاجات كتيرة قوي عندك. فعلا على الأقل حاول انت تصحى بدري علشان تخلص الحاجات اللي وراك، وبالتالي يبقى عندك وقت فراغ تقدر ان انت تستمتع بيه شوية او تفضي دماغك زي ما بنقول. اما بقى رابع حاجة، وطبعا دي مرتبطة بالصحيان بدري، ان انت هتبقى عايز تنام بدري او كويس. الانسان الطبيعي بينام تقريبا من رينج 7 ل 8 ساعات، وانك تاخد اقل من 6 ساعات في اليوم فده يعتبر حاجه ضاره جدا. لان النوم اللي هو بيكون اقل من 6 ساعات ده ممكن يزود خطر الاصابه بالعدوى عندك. ده كمان النوم الكويس ده بيحسن اداره الجسم لهرمونات الجوع واداره الجسم لهرمون الانسولين، وبيزود كمان الخصوبه. عامه عشان تصحى بدري لازم تنام بدري. ده غير كده بقى ان كل الكلام ده بيقلل خطر الاصابه بالامراض المزمنه زي امراض القلب والسمنه وضغط الدم العالي والسكته الدماغيه. وخامس حاجه بقى ان انت هيبقى عندك طاقه على مدار اليوم. الإنسان الطبيعي اللي هو بينام بدري وبيصحى مثلا الصبح، يعني ممكن نقول 5:30 الفجر أو مثلا الساعة 6 الصبح، بيبقى عنده طاقة على مدار اليوم. صدقني أنا واحد من الناس لو نمت مثلا أكتر من 9 ساعات بحس إن أنا خملان ومش قادر، ولكن لو نمت المعدل الطبيعي من 7 ل 8 بحس إن أنا عندي باور عالي جدا، حتى في تمرينات الجيم أو حتى في الشغل اللي هو الطبيعي بتاعي العادي. فعلشان كده حاول ان انت تنام بدري وبالتالي تصحى بدري، فده هيخلي عندك نشاط وحيويه على مدار اليوم. اما بقى سادس حاجه، وان الصحيان بدري ده بيساعد ان هو يخلي بشرتك صحيه، علشان لو انت نمت عدد ساعات قليل او حاجه فده بيزود عندك الاجهاد التاكسدي، وده طبعا مسؤول ان هو بيطلع الهالات السوداء تحت الجلد، وكمان امراض زي الصدفيه والحبوب والالتهاب الجلدي ده كمان بيزود عمر الجلد. اما بقى سابع حاجه، هو بيقلل الدوائر السوداء اللي بتحصل حوالين العين. دي كده بتحصل نتيجه الظل اللي هو بيجي تحت العين، اللي بيحصل كده انتفاخ نتيجه قله النوم بيحصل تحت العين، وده طبعا بينتج من تراكم السوائل عشان انت مش بتنام كويس. فحاول ان انت تنام بدري، هتلاقي حتى وشك فاق مفيش اي هالات سوداء تحت عينك. اما بقى تمن حاجه، وهيبقى عندك وقت تفطر. علشان خلي بالك الصحيان بدري، يعني انت مثلا لو عندك ميعاد الساعه 9 الصبح، لو انت قمت 7 الصبح وجهزت مثلا على 7 ونص، هيبقى عندك ان انت وقت بدري تفطر فيه، بدل مثلا ما تشرب كوبايه القهوه على الريق من غير ما تاكل اي حاجه خالص. وبالمناسبه كوبايه القهوه على الريق مضره جدا، لازم على الاقل تشرب ميه او تاكل معاها حاجه. عامه انت لو صحيت بدري هيبقى عندك وقت ان انت تحضر فطارك وتاكل بدون اي مشكله خالص، وتستمتع كمان بالاكل اللي انت بتعمله. لان جزء مهم جدا من ان انت تفطر ان انت برضو تكون مستمتع، علشان الفطار ده يساعدك ان انت تتغلب على المشاكل بتاعه اليوم بتاعتك. حتى لو وقفت على عربيه فول بدري شويه، على الاقل هتستمتع بالاكل اللي انت بتاكلها، وبالتالي هتقدر تكمل بقيه اليوم بتاعك. تاسع حاجه بقى، ان انت الصحيان بدري ده بيساعدك انك تركز اكتر، لان المخ مش بيصحى اول ما انت بتصحى زي ما انت فاكر. يعني انا لو قمت من على السرير مثلا مخك مش بيصحى معاك، لسه ما فوقش. واكبر دليل على كده ان انت اول ما تصحى كده بتحس ان انت مش شايف كويس، او دماغك مصدعه شويه، وحاسس ان انت فاقد الاتزان شويه. واي حاجه طبيعيه جدا مع عمليه الاستيقاظ بتاعه الصبح. بس الفكره ان انت عشان تتغلب على الموضوع ده لازم على الاقل تصحى ساعه بدري شويه، علشان الفترة دي بتقعد ساعة. فلو انت مش واخد كفايتك من النوم فبالتالي العملية دي هتزيد اكتر، وبالتالي هيصعب ان انت يكون عندك تركيز اكتر. ويعني معظم الناس اللي بتحس بالموضوع ده اللي هي بتصحى قريب جدا من ميعاد نزولها. يبقى شوية نصايح عشان تساعدك ان انت تقوم من النوم بدري. اول حاجة، لما تيجي تظبط المنبه بتاعك حاول ان انت تقلل ربع ساعة، ولكن بصورة تدريجية على مدار الاسبوع عن الميعاد اللي انت عايز تصحى فيه. يعني لنفترض مثلا ان النهارده السبت،
انت عايز تصحى الساعة 9 الصبح، فبالتالي هتظبط المنبه بتاعك على الساعة 9 إلا ربع. تاني يوم الحد هتظبط المنبه بتاعك على الساعة 8 ونص لحد ما توصل للميعاد اللي انت عايز تصحى فيه، ولكن خلي الموضوع ده بصورة تدريجية شوية. بس قبل كل ده لازم تروح تنام بدري. ما بقى تاني حاجة، حاول ان انت تحفز نفسك، مثلا ان انت لو صحيت بدري وخلصت الحاجات اللي وراك هيبقى مثلا عندك وقت كفاية ان انت تقضي فيه الهوايات بتاعتك، ترسم، تلعب مثلا على البلاي ستيشن او الاكس بوكس او تعمل اي حاجة تانية. فحاول ان انت تحفز نفسك ان انت لو خلصت الحاجات اللي وراك بدري، فبالتالي ده بيساعدك ان انت يكون عندك وقت فراغ. اما بقى تالت حاجه، حاول ان انت تكافئ نفسك، ان انت مثلا لو صحيت بدري ممكن ساعه قبل ميعاد نزولك الشغل ان انت تروح تقعد على القهوه، تشرب كوبايه القهوه بتاعتك، بحيث ان انت تروح الشغل بتاعك كده فايق شويه، بالتالي تقدر تعمل كل حاجه وراك بدون تنشنه او بدون عصبيه. رابع حاجه بقى، وهي اول ما تصحى من النوم اطلع من اوضتك، لان معظم الناس اول ما تصحى من النوم بتقفل المنبه وتروح تنام تاني على السرير، فدي مشكله كبيره جدا. فاول ما تصحى من النوم اطلع من الاوضه بتاعتك، حتى لو هتقعد في اي اوضه تانية او هتقعد مثلا بره، ولكن ما تفضلش قاعد في الاوضه بتاعتك عشان هتكسل. وخامس حاجه بقى، وهي تجنب الضوء الازرق على الاقل 30 دقيقه قبل ما تنام. الضوء الازرق ده بيشمل التلفزيون، بيشمل الموبايل، بيشمل اللابتوب، الحاجات اللي هي بيبقى فيها شاشه، وبالتالي الشاشات دي بتبث اشعاعات معينه، فدي بتاثر على معدل النوم بتاعك. فحاول ان انت تتجنب تمسك الموبايل، وبالتالي ده هيساعدك كويس جدا ان انت تاخد كفايتك من النوم. اما بقى سادس حاجه، تجنب الاكل التقيل. ما ينفعش ان انت مثلا تاكل اكله دسمه قبل ما يجي ميعاد نومك بساعه، لا يعني حاول ان انت تاكل على الاقل ب3 او 4 ساعات على الاقل عشان جسمك يكون هضم شويه. سابع حاجه والاخيره، اوعى ان انت تعمل اللي هو الغفوه للمنبه بتاعك لما بيرن، لان انت لما بتصحى من النوم وتفتح عينك، فبالتالي مخك كده بيكسر السليب سايكل ان انت كنت فيها، او الدوره بتاعه النوم والاستيقاظ. فبالتالي انت لما تنام تاني بتاخد وقت اطول عشان مخك بيخش في دورة نوم واستيقاظ تاني ويعيدها من الاول تاني، فبالتالي كده انت بتصعب الموضوع على جسمك، بتصعب الموضوع على مخك ان هو يفوق. دي كده كانت اهم 9 نصايح للصحيان بدري. متنساش بقى ان انت تعمل سبسكرايب للقناة واعمل شير عشان كل الناس تستفيد بالفيديو ده. اشوفك الفيديو اللي جاي، سلام.